ليه ممكن تضيع مجهودك ومستقبلك عشان بنت؟ لو في حياتك أنثى فأنت بتدمر نفسك نفسيا، وهقولك ليه. ارتباط يعني وقت ومجهود في تطوير علاقة غالبا نهايتها مش هتكون سعيدة، وانت عارف كده، مش محتاج أقولك. بس لسه فيك حتة الأمل اللي بيقولك كمل. ممكن تكون هي. وهنا أنا بتكلم على اللي نيتهم صافية، مش اللي عاوز نجاسة على الفاضي، ده كنت أمه. لو نيتك صافية في ارتباط وعاوز نهايته تكون جواز، خاصة لو سنك صغير، حابب اقولك انك هتفشل. لانه في سنك ده الناس مع الوقت بتتغير والاهتمامات بتتبدل، فاللي تعرفه دلوقتي مش هتعرفه قدام، وهيكون تعلق باللي الشخص كان عليه مش بهو ايه حرفيا. انا مش بقول كده عشان احبطك، ممكن تنجح عادي بس مش هتكون حمل الريسك. وانا هنا لا امثل سوى نفسي والناس اللي مرت باللي مريت بيه. في الاول وفي الاخر دي تجربة يعني. فانا مش هنا عشان احبطك، ولو سألتني انت هنا ليه هقولك ببساطة عشان انبهك. مفيش حد سوي بيحب يشوف حد بيمر بأزمة مر بيها ويقعد ساكت. ملل. كلنا بنمر بملل في العلاقات، ولو وصلت لحتة ملل فتوقع أي حاجة هتيجي بعدها. تسيبوا بعض بقى، تبطلوا كلام، هيحصل حاجة كده كده انت مش عاوز تشوفها وهتشوفها غصب عنك. ولا سبتها تتجوز أحسن منها، مش أحسن شكلا ولا طريقة، هتتجوز الأحسن بالنسبة لك. ربك رب قلوب وبيقربك من شخص عشان تاخد منه درس، أو عشان ده مناسب ليك. ما تندمش وما تحزنش، بكرة أحسن ليك. ده مش فيديو أقويك، ده فيديو أوعيك. عمرك فكرت ايه اللي هيحصل لو تخلصت من كل شهواتك في عصر ما تقدرش تعيش فيه من غير نت؟ خليني اقولك ان الموضوع هيكون صعب عليك، ولو مش مصدق جرب بعد الفيديو ده تقفل نتك مدة يوم وشوف قد ايه هيكون الوضع صعب. مع ان في ناس بتعتكف في المساجد بالشهر واتنين وبياخدوا اكل وشرب على قد حاجتهم، ما بيفرقش معاهم بتاتا. خلينا متفقين ان نظام الاعتكاف مش صح بتاتا، لان ربنا مش خلينا عشان نعبده بس. ربنا خلقنا عشان نعمر ونطور من نفسنا ومن مجتمعنا، عشان يفضل النسل بتاعنا عايش في احسن حال بعيدا عن المجاعات والمشاكل البيئية والجهل. بس ده مش موضوعنا. موضوعنا الحلقة دي هو ازاي تكون انسان بلا شهوة. خلينا نعرف في اول حاجة ايه هو الانسان اللي بلا شهوة. ده انسان لا تغريه مغريات الدنيا من طعام وشراب ومال ونساء وغيرها. ده التعريف البسيط. او حاجة ابسط، هو ملاك على هيئة بشري. مع ان دي مبالغة شوية لان الملاك ما عندوش شهوات من الاساس، ولكن الانسان بلا شهوة مخير انه يعمل صح وغلط وبيختار الصح، فهو احسن كمان من الملاك. انت كنت فاكر ان اللي قلته من شوية ده مبالغة، بس متخيلتش اني افر كده، صح؟ خليني اقول لك حاجة. جرب يوم زي ما قلت لك في بداية الفيديو انك تقفل النت مدة يوم. هيعدي عليك بصعوبة، ولكن شوف نتيجته بعدها. هتلاقي نفسك قعدت يوم كامل وانت نفسك الحقيقية. هتلاقي نفسك قللت ذنوبك عشان الذنوب دي ما كانتش نابعة منك انت، كانت نتيجة ذنب بيجر ذنب. تخيل ان ذنب واحد عملته بسبب بوست طلعلك على الفيسبوك بقى بيطلعلك باستمرار. امر بديهي جدا انك تعيده مرة واتنين وتطور كمان في فعلك للذنب ده. وتجارة الذنوب دي تجارة ربحانة على فكرة بالنسبة للشركات، لأنها بتخليك متابع أخبار ذنوبك كأنك بتتفرج على كتاب ما فيهوش غير ذنوبك، وعندك شغف تقراه وتتبسط بيه كمان. فبيطلع لك إعلانات أكتر ومعناها فلوس أكتر في حسابات أصحاب الشركات. ونيجي لسؤال الحلقة. هل ممكن يكون في إنسان بلا ذنب؟ قادر أجاوبك بصراحة وأقولك لأ، ولكن ممكن يكون في إنسان بلا شهوة. اللون الأسود. ايوه عارف ايه اللي جه في دماغك، واحد كئيب او واحده في عزا، شخص يتم التنمر عليه، قطه بيتهموها انها من الجن، او ممكن خوفك من الضلمه. بس انا مش قصدي كل الاسود ده. الاسود اللي هتكلم عليه النهارده هو الاعصار الاسود. الحقيقه اللي مش عايز تسمعها، حقيقة انك متأخر عن اداء واجبك تجاه اسرتك او شغلك او دراستك او هدفك اللي بتطمح له عموما. الاعصار الاسود هو نفسك اللوامة، اللي بتلومك على كل خطأ ارتكبته او فكرت ترتكبه. الإعصار الأسود هو ضميرك اللي ممكن تكون بتحاول تقتله. الإعصار الأسود هو أنت الداخلي وأنا الداخلي اللي مش هنكشفه لبعض. أول ما بدأت سلسلة إعصار أسود كان هدفي واضح وصريح، إن أفوقك وأفوق نفسي. طالما وصلك الفيديو ده معناه إن لسه في أمل، لسه ربنا فاتح طريقه ليك. لسه عندك محاولة واتنين وتلاتة وألف وألفين، بس تغتنمهم كويس وتعرف هتعمل بيهم ايه. حياتي وحياتك وحياة فلان صعب، عارف،
بس انا وانت وفلان اللي اخترنا نصعبها على نفسنا. هقولك ازاي. لما تفكر انك عاوز تعمل وما تعملش انت بتصعبها على نفسك. لما تفكر انك عاوز تعمل الغلط وتعمله كده انت بتصعبها على نفسك. لما ما تفكرش يبقى برضه بتصعبها على نفسك. حلك عندي. لما تعوز تعمل اعمل. لما تفكر في الغلط انساه. وخليك دايما تفكر في الخير اللي ممكن تقدمه للناس ولنفسك. مفيش حاجة صعبة إلا لو قلت إنها صعبة. مفيش حاجة تمنعك تكون أفضل نسخة من نفسك. مفيش حلم ساعت له إلا وهيتحقق. في الآخر أحب أقولك إن الغرض من كلامي مش إني أقولك بديهيات قد ما أنا بفوقك. في سؤال جه في بالي. ليه صعب تضيف حاجة في شيء سواء مادي تمسكه بإيدك أو محتوى أنت بتحطه في أي سوشيال ميديا؟ وليه صعب تعمل حاجة محدش غيرك عملها أو تطورها وتخليك منفرد بنفسك بيها زي ما عمل أينشتاين ونيوتن؟ العلوم يا إما ما كانتش موجودة في أيامهم أو موجودة ومفيش مجال للمناقشة فيها لأن اللي قالوا كده علماء وإحنا ناس مطبلطية قد الدنيا. فما كانش حد يقدر يعدل على كلامهم زي ما أنت دلوقتي ما عندكش دليل كافي تعدل بيه على عالم من العلماء دول. ليه مفيش نظام تعليمي يفهم أي طالب مصري حاجات محتاج يعرفها بجد؟ أنا هشتغل إيه بالنسبية أو إيجاد الزاوية إكس؟ موضوع حلقتنا النهاردة عن الإضافة. وليه ما تقدرش تزايد على حد في حاجة أو تبتكر حاجة جديدة؟ طبعا إن أجاوب على سؤال البيضة الأول ولا الفرخة وأجيب دلائل هبقى كده شخص عظيم. بس لو ركزت فيها أنت ما تقدرش تجاوب على السؤال ده غير بنظرية من عندك لأنك ما كنتش موجود وقتها. فما تقدرش تزايد في الحتة دي. بس يشاع إن البيضة جت الأول. مش موضوعنا. أنت إنسان في وسط مليارات الناس، فمن الطبيعي إن هيكون قليل جدا اللي هيزايدوا على حد في حاجة. نضيف فيديو عن موضوع محدش يتكلم عنه بياخد من عقل البشري وقت ومجهود، بس بنزل فيديوهين أو أكتر في الأسبوع لأني فوق العادي طبعا. بعيدا عن خوارزمية اليوتيوب البيض، فسهل جدا انك تفكر في موضوع لكن صعب جدا او ممكن شبه مستحيل ان فكرتك دي تتطبق في ارض الواقع. ممكن امثلها في شكل بيت او مكنة في ماينكرافت بتفيدك بشكل ما. بس ابشرك مش لوحدك اللي ما عندكش افكار. نسبة الناس اللي ضافت للمجتمع حاجات جديدة قليلة جدا، ممكن 1 من 1,000,000. فخلينا انا وانت قاعدين كده بندرس بنفس الطريقة اللي ما فيهاش اضافة، عايشين في البيت اللي مش مميز، لابسين لبس مش مميز، عايش حياة كل الناس عايشينها، بتاكل فول زي اي مصري، وما تنساش الطعمية. وبس اسيبك بقى تفكر في اي اضافة جديدة تعملها. الاعصار الاسود حاجة انا ما تمنيتش ان انا اوصل ان انا اعملها. حاجة انا ما تمنيتش ان انا اتحط فيها واعيشها ودي تبقى حياتي اليومية اللي بدي نصايح ان انت ازاي ما تعيشهاش. الاعصار الاسود هو السكريبت اللي مش مكتوب، الكلام اللي بيطلع من دماغك. هو حتى لو في سكريبت انت ما بتحسش بيه، انت بتحس ان انا بكلمك، انا بخاطبك. انا فعلا حتى السكريبتات اللي كتبت فيها اعصار اسود كانت كلها عبارة عن سكريبتات اغلبها مش متحضر له بشكل ما. هي حاجات بتكتبها اول الفيديو بس عشان ايه؟ تفتكرها وانت بتقولها. حاجات بتكتبها قبل الفيديو، مجرد بس حاجات بتكتبها قبل الفيديو. لكن بعد كده بعد ما بتبدأ تصوير وتسجيل وبتاع انت كل الحاجات اللي بتقولها او اغلبها بتكون من دماغك. حاجات انت مش محضر لها، مش حاسبها، انت بتقولها عشان انت عايز تقولها وعشان عارف ان مفيش حد هيسمع. حاجات انت بتطلعها من جواك، من داخلك، وانت عارف ان مفيش حد مهتم ان هو يسمع تجربتك. هي الفكرة ان انت بتقولها عشان لو وصلت لحد ما يقعش نفس وقعتك. الاعصار الاسود هو انا وانت واي حد مر باللي احنا مرينا بيه. احنا اتولدنا في فترة كلها لا مبالاة. الغلط بقى بيتعمل ومفيش حد بيقولك انت بتعمل ايه. مفيش حد حتى بيكون مستغرب الحاجة اللي انت بتعملها لان الموضوع بقى عادي جدا لدرجة ان مفيش حد بقى
مديله أهمية. الغلط سواء مثلا ان انت تكلم بنات كتير او ان انت تدخن او مش عارف ايه، انت بتتحاسبش عليه عشان انت راجل. انما البنت هتلاقي ان في حاجات كتير جدا بيمنعوها عنها، بس في نفس الوقت هتلاقيهم برضو مبيحين لها البسي اللي انت عايزاه. ممكن كمان يكونوا مبيحين لها انزلي في الوقت اللي انت عايزاه، ومحدش هيقول لها انت بتعملي ايه. ليه؟ لان مجتمعنا الاسلامي في وضع خطر. الناس اللي ربوك وكبروك وعلموك الصح والغلط ما نهوكش عن الغلط. هما بس عرفوك ان الغلط غلط وان ده كخ وما تعملوش. بس هل في حد وقف لك كده وقال لك الغلط ده انت بتعمله ليه؟ مفيش حد هيحاسبك. انت في الزمن ده رقيب نفسك، مفيش حد رقيبك. وده يخليك تفكر اكتر، ليه انا فعلا بعمل كده؟ ليه وصلت لنفسي لتلك الأعاصير السوداء؟ ليه أنا محيط نفسي بأفكار غلط أو أغلبها مغلوطة؟ ليه أنا بحلم أكون شخص مش أنا وعارف إن هو مش هكون أنا؟ ليه بحاول أكون نسخة من ناس كتير عايشين حوالينا؟ دي كانت فكرة إعصار أسود، ودي كانت قصتي. أحب أشكركم جدا على حسن المتابعة والاستماع. لو أنت وصلت لحد النقطة دي من الفيديو أنا أقدر ذلك جدا. وبس، أراكم في وقت لاحق. See you later. Peace out.